والله تبارك وتعالى يبتلي جل وعلا، ويبتلي لحكمة، لأن الله جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا جل وعلا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يعني تعالى عن العبث، لا يعبث سبحانه وتعالى، وإنما كل فعله لحكمة. علمنا هذه الحكمة أو جهلنا هذه الحكمة هذا موضوع آخر، لكنها لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. من هذه الحكمة في الابتلاء كما ذكر أهل العلم رفع الدرجات. الله يرفع الدرجات المؤمنين بهذه الابتلاءات. يقول الله تبارك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. من يرد الله به خيرا يصب منه. فإذا أصيب الإنسان بالبلاء فهذا خير من الله تبارك وتعالى يحتمله ويرضاه. وسنأتي لذكر كيف يتعامل الإنسان مع هذه الابتلاءات. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. إذن عندنا هذه الابتلاءات إما لرفع الدرجات وإما لمحو السيئات، وهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. يختبرنا يبتلينا جل وعلا، ثم إذا نجحنا في هذا الاختبار رفع الله بها درجاتنا، وإذا رسبنا في هذا الاختبار الله المستعان، لا أريد أن أقولها. فالقصد أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن ينجح في هذا الاختبار.